السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، صحة فطوركم كامل. توحشتكم، على بالي بلي توحشتوني وغبت عليكم لظروف صحية تاع بنتي. على بالي معظمكم على بالهم انه لينا بنتي مرضت لي بزاف 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 ومازالت لحد الان مريضة، ولكنها يعني خير من احسن منها الاول. جزاكم الله خير البنات اللي سقساو عليها، البنات اللي دعاو لها، شكرا بزاف. دعوا لها ربي يشفيها ويشفي جميع مرضى المسلمين يا ربي. وكالعادة الغياب هاد الفيديوهات وهاد المسابقة كانت نورمالمون تنزل قبل، ولكن معليش كل تأخيرة فيها خيرة. جيتكم بيدية ماشي فارغين، كاين مسابقة وكاين جديد في الخياطة. اذا مسابقة تاع العيد، هذه المسابقة تاع العيد بغينا السحب يعني نديروه قبل العيد ان شاء الله، وبغيت ندير لكم دراهم. على بالي بلي الناس البنات كامل في العيد الاخوات يحتاجوا دراهم، سواء ملابس العيد ولا الحلويات ولا اي حاجة. زائد قنادر، يعني بغيت نعطيكم ايضا دي غوب هكذا خفاف تاع منزل باش تلبسوهم وتفكروني تقولوا هذه ما عند سهام. هاد البنات هالي غوب كيفاش جايين، يعني جايين عادي، يعني ستي سامبل تاع الفراشه، جايين ستوندار، يعني لبسوا كامل لي طاي، وفيهم 7 تاع الالوان اللي تربح تخير اللون اللي هي باغياته. وبالنسبه للمبالغ الماليه البنات من 1 حتى 20 خيرت لكم باش تربحوا 1,200,000. انا ما بغيتش ندير 10 رابحات ولا 12، بغيت يكون 20 وحده ويكون نفس المبلغ من الوحده حتى 20، كلكم تدوا 1,200,000. زائد قندوره، يعني 1,200,000 زائد غوب العيد تاعكم هاد السنه البنات عليا. بالنسبه للمبالغ الماليه البنات مقدمين من طرف مجموعه من القنوات، جزاهم الله كل خير، باغيين يدعموا قنوات حتى هما ربي يفرحهم ان شاء الله. داروا لنا هذا المبلغ 24 مليون، قسمته على 20 اخت، وايضا انا زدتكم من عندي 20 قندوره. توكلوا على ربي سبحانه وتعالى في هذا رمضان، ان شاء الله ربي يفرحكم. ان شاء الله الاخوات اللي ما فرحوش معنا المرات اللي فاتوا هذه المره ان شاء الله تربحي معايا القندوره، وتربحي معايا ايضا مبلغ 1,200,000. هذه هي البنات، هذه هي المسابقه تاعنا تاع اليوم. ما تقوليش ما ربحتش المرات اللي فاتوا، هاد المرة أيضا رايحين نخيروا 20 أخت، يعني كل مرة نحو 20 15 20 15 حتى تربحوا كامل إن شاء الله تعالى. بالنسبة للشروط سهلة، شروط سهلة كالعادة البنات، كالعادة دخلوا لقناتي، دخلوا هذا الفيديو من تحت، كتبوا أريد الفوز، كتبوا أي حاجة من تحت، المهم حاجة تدل على أنك مشاركة في المسابقة. ومن بعد دخلي قناتي وتروحي لهذيك الخانة اللي فيها قنوات ولا فيها الشان، تلقاي لي شان هذو هما يديروا لنا الهدايا البنات اللي مشاركين في المسابقة. دير لهم كامل اشتراك وفعلي الجرس. هذه الخطوة يعني في دقيقة ديريها هكذا، اشتراك فعلي لهم الجرس. ومن بعد كي تجمعي كل قناه روحي لها لاخر فيديو، خلي الفيديو تاعها عفوا يمشي دقيقتين باش تثبتي الاشتراك تاعك، لانه اليوتيوب راهو ينحي الاشتراك. اليوتيوب هو لا داير لنا حاله، يعني اليوم تشتركي غدوه يطير لك الاشتراك نتاعك. مثلا هكذا كي تكملوا كامل القنوات البنات دخلوا عندهم كل وحده روحوا لها لاخر فيديو، خلوا الفيديو يمشي دقيقتين، وايضا كتبوا لها ديروا لها لايك وكتبوا لها تعليق محفز يعني خاص بهذاك المحتوى نتاعها. يعني هذا ما كان البنات، هذوهم انا ناكد لكم على الشروط، يعني شروط ثم شروط ثم شروط. الاخوات كتبوا تعليق واحد، الاخوات اللي كتبوا لي 100 تعليق و200 و150 و600 كما المرات اللي فاتوا، هذو البنات غير ما تبقاش ديروها لي، ما ديروش النش في التعاليق اصلا. كي يجيو يلقاو هذاك الكم الهائل يقول لك انا ما نربحش، وهما بالك مشتركين صح 5% فقط. اذا ما تنسوش كامل تفعلوا الشروط. السحب ان شاء الله تعالى يكون قبل العيد، ولكن ماشي شغل ما تضيعوش، ما تقوليش انا دروك غدوه نشارك ما غد، لا بغيتكم تشاركوا في اليامات الولا باش ليه نديروا السحب. اذا حظ موفق للجميع، ربي يفرحكم كامل. واليوم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بغيت نخيط لكم غوب دونتيل، غوب جاي غوب برنسس شابه، خيطها لينا بنتي، بغيتها حتى للكعب يعني طويله. شريت عفوا متر 25 سنتيم دونتيل، وشريت متر طافطه، وشريت 4 امتار هذا القالون نتاع الورد، ايضا كل شيء باللون الابيض. الفيرميتور ما استعملتهاش، نتوما خيروا الالوان اللي نتوما راكم باغيينهم. اما لي غوب البنات راهم غاليين بزاف. السمانه اللي فاتت ساومت وحده لبنتي قال لي 900,000، وي 900,000 جايه غير بالتول، ما فيها غير دي فلور هنا تاع ترك. 900,000 قال لي نقرا لك 50,000. ايوا قلت انا علاش نشري، وانا شريت لها غوب تاع الجين، وزدت كنت نشارك مع البنات هذا الموديل. كاين اللي مازال ما خيطتش يعني لبنتها، تقدري تخدمي
تقدري تخدميها لبنتك وتقدري تخدميها كمشروع وتبيعيها. اذا البنات هنا راح ندير انا 40 سنتيم هكذا، ندير 40 سنتيم. لا غوب نتاعي بغيتها تكون لارج من التحت، ما درتهاش كلوش ولكن درت 3 كميشات باش جاتني غونفلي. كيما راكم تشوفوا هنا راني نقص هنا شويه بنت. اذا هكذا بعد اللي قصيتها نجي نفتحها هنا، يعني نتحصل على قطعتين، كل قطعه الطول تاعها متر ونص والعرض نتاعها 40 سنتيم. البنات الدوران نتاع لاغوب نتاعنا من الاسفل فيها 3 متر، فيها 3 امتار. بالنسبه لهذاك الكالون تاع الورد اذا بغيتي تبدلي بدلي، ولكن اللون تاعها جيبيه على حسب اللون تاع لا دونتيل اللي عندك. اللي ما تبغيش الدونتيل تقدروا ديروا البروكار، تقدروا ديروا تشيل. لا بليبار تاع لي غوب مخدومين بهذو 3 انواع تاع القماش. اذا بعد ما قصيتها الان واش راح ندير؟ راح نحكم قطعه هكذا، نطويها هكذا على 2، نقصها ونزيد نطويها على 4 باش نفصل فيها الجهه العلويه. والان البنات راح ندير عرض الظهر اللي هو 27 سنتيم. لينا بنتي كل ما نبغي ندير قياس تتعوج لي هاك تعوج لي هاك، انا نوقفها وهي تتعوج لي. وهنا راح ندير حوالي 6.5. هنا الخلف هبط ب 2 سنتيم، نقص هنا كذا الخلف ونزيد نهبط ب1 سنتيم عند الكتف. ندو القياس تاعنا من عند الكتف لعند الحلمه اللي هو 16 سنتيم. ندير نقطه ومن بعد ندو دوران الصدر. درت 60 انا البنات هكذا. نطوي المتر تاعي على 4 وندير نقطه ومن بعد نكملوا هكذا التقويره نتاعنا. الجزء العلوي ما تطولوش بزاف البنات مخيطين دي غوب بالجزء العلوي كشغل مهبطين هكذا عند خاص لا غوب ما تجيش شابه. الجزء العلوي يجي هنا جوست تحت الصدر شوي كشغل يجي طالع. سمعتوني؟ اذا البنات هنا درت حوالي 27 سنتيم وهنا هبطت بحوالي 8 سنتيم، لا ماشي 7، 8 سنتيم البنات. وفصلتها التقويره نتاعي بشكل دائري. دائما لي غوب ما ديروش الفي، ما ديروش الفي في لي غوب، ديروا شكل دائري. لينا هكذا. والقطعه نتاعي هذه اللي بقات راح نطويها ايضا على 4 باش نفصل فيها لي مونش. لي مونش انا درتهم عادي يعني 3 كار بلا دونتيل. لي مونش ما ديروش لا دوبليغ. في الجزء السفلي ديروا لا دوبليغ، في الجزء العلوي ديروا الامام والخلف، ولكن في لي مونش لا، في لي مونش خلوا غير دونتيل. اذا الطول تاع الكم نتاعي درت انا 20 سنتيم هكذا البنات، 20 سنتيم. وراح نحكم جهه الامام ولا الخلف باش نخرج بها التقويره نتاعي هكذا البنات. يعني حاجه بزاف سهله وفي الاخير النتيجه ولا اروع. سيرتو في اللبسه تهبل 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 في اللبسه. اذا دوران الصدر درت انا 21 سنتيم. ما بغيتش لي مونش هكذا يجوها عراض، بغيت يجوها سليم. وما تخافوش لانه عفوا هاد الدونتيل جاي الاستيك هكذا. اذا ها المونش تاعي البنات. والان نحكموا طافطه. درت العرض 40 سنتيم، نقصوا قطعتين. العرض 40 سنتيم والطول على حسب يعني المتر، يعني هكذا نطويوها. طول جاتني نظن متر، الطول متر هكذا. نتحصلوا على قطعتين ايضا، قطعه الامام وقطعه للخلف. واللي باقي قلتلكم نخدموا الطبطين نتاع الامام والخلف هكذا. راح نفتح انا على وحده، نحط الجهه الاماميه، نقص على حسابها يعني البنات على حسابها، وايضا الخلف نقص على حسابه.
هاي ليك البنات بعد ما قصيت الطافطه نتاعي كيما راكم تشوفوا ثبت هكذا بالدبابيس. الان راح نخيط ونعاود نقلب القطعه نتاعي، نخيطوا الجوانب ونخيط لي مونش هنا ديروا لهم عطفه عادي كيما راكم تشوفوا، ونعاود نرجع معاكم كيما راكم تشوفوا. شوف هنا انا ما بغيتش نصور يعني المراحل تاع الخياطه، هنا ما تخرجوش خياطه برك حدوا البنات، يعني خيطوا لداخل وحدوا. هنا بعد ما خيطت لي مونش درت سيرفيلاج وخيط ايضا الجوانب كيما راكم تشوفوا، ومن بعد حكمت الطافطه نتاعي عفوا حكمت هكذا يعني خيطت في الوسط، حكمت هذا القماش تاعي تاع الدونتيل وخيطت هكذا، درت تكميشات يعني خيطت الخياطه شغل عريضه ومن بعد نشعتها حتى ولا عندي تكميشات بهذا الشكل. نفس الشيء الطافطه. والان نحكم الكالون تاعي نخيطه من الجهه السفليه هكذا البنات، يعني من تحت زدت سيرفيلاج، فراح نخيط الكالون تاعي هنا لتحت جونا الكالو جاني 3 متر على حسب الدوران تاع القماش اللي عندي، وزدت متره درتها في الخصر. اذا كيما راكم تشوفوا بعد اللي خيطت هكذا الجهه السفليه مع الجهه العلويه كيما راكم تشوفوا خيطتها لداخل، وشوفوا لا فينيسيون يعني بالسورفيلاج ما شاء الله، يعني سورفيلاج ينقي الخياطه. وهنا البنات وصلنا للمرحله نتاع الديكور، ديكور كل وحده وكيفاش تبغي الديكوري لا غوب تاعها. انا صراحه شغلها الجو راه مغيم ما راهيش تبان غايه، ولكن على الارض الواقع جاي بزاف شابه، يعني القماش جاي بلون يعني جاي ابيض ناصع وفيه واحد اللمعه يعني فيه واحد شويه نتاع لي بايات. وهنا حكمت هكذا يعني قطعتين درت لهم سيرفيلاج هكذا من الدونتيل وراح نخيطهم هكذا، يعني ندخل القطعتين اليدين تاوعي تحت الكالو ونخيطهم بهذا الشكل. اذا البنات ها هي النتيجه النهائيه. انا زدت خيط الكالون تاعي هنا من الفوق من عند الكتف وزدت هوت به بلي مونش. جاب بزاف شباب، جات شابه في اللبسه، يعني بنتي راها مريضه ما بغيتش نلبس لها صراحه، جاتها تهبل جايه طويله ودرت لها خدمت لها سيغتات درت لها 3 وردات زايدولي بزاف شابه تهبل. اللي مازال ما خدمتش لبنتها تخدميها لها، كاع ما تقولي ماشي شابه تجيها تهبل. الالوان ديروا البلو غوا، ديروا الكرونا، ديروا الكروفات، ديروا الغوز. انا درتها لها باللون الابيض باش تلبسها في المناسبات والاعراس، راهم كاين بزاف ان شاء الله، اللهم بلغنا هذا الصيف. اذا هذا هو الموديل تاعنا تاع اليوم البنات، فستان. هذا الفستان كنت تروحي في المحلات يعني تسيبيه 500 600، وانا يا ربي خسرت عليه واحد يعني 150 160 هكذا نتاع سلعه فقط. اذا مبدعاتي الكريمات هذا هو كان الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم. كما راكم تشوفوا هنا الخلف هكذا طولت له ديروا 70 سنتيم، يعني كل يد ديروا فيها الطول 70 سنتيم والعرض ديروا يعني حوالي 8 سنتيم. كما راكم تشوفوا ايضا شوفوا الكالون تاعنا الورود يبان شغل الدونتيل هو اللي فيه الورد هكذا من الاسفل. ديروا لها بابيون ولبسوها لبنوتتكم في العيد، خدموا لها كذا سيغتات ولا شروا لها هكذا يعني شويه تاع شعر وديروا فيه هذاك الورده باش يناسب الفستان نتاعكم. هو جاي شغل جاي غونفلي كي لبساته جاي من الفوق هنا مزير وهنا من التحت جاي غونفلي، غير هنا ماشي يبان كي راه مفتوح. جاي بزاف شباب يهبل. من بعد لا شريت مانكه صغيره حنلبسو، قلت نلبسو لها ونوريها لكم. اذا مبدعاتي الكريمات نقول لكم ما تنساوش اشتراك في المسابقه، شاركوا بقوه ان شاء الله ربي يفرحكم وما بقى لي لكم صحه سحوركم.